صدقني يا ابني مهما تلف ومهما تدور مش هتلاقي حاجه في العالم بتضحك اكتر من تيشيرت فريق متسمي على نفس اسم الفريق اللي انا بشجعه. دي اوحش حاجه في تشجيع ريال مدريد. صفقه الفاريز، بما ان صفقه جوردن خلصت سريعا يعني وما اخدتش وقت، والراجل في برشلونه دلوقتي بيعمل الكشف الطبي اصلا، جه الدور على المعلم الفاريز. ومش بس كده، ده ناويين يكملوا. المعلم الفاريز برشلونه كان في نيتهم كده ان هم يعملوا صفقه تبادليه ويدفعوا الفرق بمعنى اصح. يعني لو حضرتك مش عارف، خد فيران توريس يا عم اتلتيكو وهات لنا الفاريز وشوف الفرق كام واحنا يعني تمام. عشان يطلع فابريزيو رومانو ويأكد ان الكلام ده مش هيحصل، وان الفاريز قيمه الصفقه بتاعته كلها هتتحط على الترابيزه من برشلونه من الالف للياء. حتى فيران توريس اللي يعني متاكد ان فيران توريس ده بيحمد ربنا كل يوم ان هو قدر يضحك على العالم ويثبت لهم ان هو لعيب كوره، ان هو يعني بياكل عيش من الكوره اصلا. فيران توريس ده المفروض ان يعني اي فريق يجي له الحمد لله اللي هم اتغفلوا اصلا وهيلعبوني معاهم. قال لهم لا برضه. انت متخيل ده قال لا على اي حاجه اصلا؟ انت متخيل انت فين؟ متخيل انت فين؟ تعرف ان جوارديولا من بعد ما اعتزل، بعد ما ساب مانشستر سيتي، يعني عملوا احصائيه بالارقام اللي صرفها طول مسيرته مع السيتي، لقوا ان هو اكبر مدرب في التاريخ يصرف ارقام. بعده بقى في المركز الثاني ديجو باسيوني اللي هو مدرب المضحك ده، وعايش عادي بيجي له نوم بالليل وبقى له 100 سنه بيدرب اتلتيكو مدريد وبيصرف اكتر عادي ومفيش مشكله، وبيطلع هو المؤسس اساسا بتاع المواسم الصفريه. ما لازم يا ابني، لازم تبقى عايز تروح اي نادي في العالم.